وجودك معانا استاذ صالح من المغرب. ارجع لك مره ثانيه علاء، اتفضل. مداخله جميله من الاستاذ صالح، وقلوبنا ودعواتنا لكل اهلنا في المغرب. ويعني جميل ان احنا بنشاهد هذه الروح ما بين مختلف ابناء الوطن العربي. صحيح. طبعا اشرت النقطه الجميله دي اللي هي متعلقه ازاي ان احنا نواجه القصور الفني المتعلق بالمسائل الهجوميه. اللمسه الاخيره مفتقدينها. يمكن يوسف نصيري هو مهاراته بعض الشيء قليله، لكنه مهاجم قناص، بيعرف يتحرك في الملعب بشكل اكثر من رائع، عنده اندفاع بدني، عنده قوه، ايضا قوه تحمل وقوه جسمانيه من خلال الالتحامات مع المدافعين. اتمنى ان هو يستعيد ذاكره التهديف اللي شفناها بشكل رائع مع نادي اشبيليه الاسباني، واحد من اهم انديه دوري الليغا الاسباني. فاتمنى ان يوسف نصيري يكون حاضر في الموعد، خاصه بانه احرز هدف رائع في مرمى بلجيكا، وكان يعني واحد من نجوم لقاء المغرب وبلجيكا، وكان لقاء تاريخي، وكان بدايه انطلاق المغرب للعبور ولتحقيق هذا الانجاز. لما وليد الركراكي نزل حمد الله طبعا في فترات سابقه كان متالق بشكل كبير جدا، وكان عامل اداء اكثر من رائع في الدوري السعودي، لكن حصلت ما بينه وما بين وحيد خليلوزيتش مشاكل، وهو المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، وجرى استبعاده. مش عارف ليه في الفتره دي حمد الله مش هو حمد الله اللي احنا عارفينه. يعني حمد الله تشعر بانه هناك نقص بعض الشيء في المعدلات البدنيه، النواحي الفنيه، تركيزه مش هو حمد الله، اضاع كم فرصه. عشان كده شفنا انه الركراكي ما لعبوش في الماتش الاخير امام اسبانيا، وفضل ان هو يبدا وليد بيلعب في نادي باري في دوري الدرجه الثانيه الايطالي، عنده اندفاع بدني قوي، سرعات عاليه، بياخد اماكن جيده في الملعب، لكن اللمسه الاخيره افتقد فيها للمهاره وللثقه بعض الشيء. اتمنى بقى من وليد الركراكي ان هو يقعد مع الثلاثه دول، لانه انت في الماتشات اللي زي دي يا استاذ اشرف صعب جدا ان انت تجيب فرص كثيره، هي واحده او اثنين بالكثير. يعني كرواتيا او البرازيل هي بتجيلهم على القد، وعشان كده مش هنشوف 5 أو 4 في الدور ده بالذات. انت صحيح. واحده ولا اثنين بالكثير بتيجي، اللي بيعرف يخلص هو اللي بيكسب. فاتمنى الواحده او الاثنين دي اللي تيجي لاي لاعب من لاعبي المغرب يكون عنده ثقه في النفس، يقدر يخلص. كمان الزياده اللي هو من تحت المهاجم تكون اكتر بعض الشيء. نعم مطالبين بالتحفظ الدفاعي،